أهلا بكم في حلقة جديدة من مواقف مع عاطف. النهارده هحكي لكم عن أحمد بدير. ليه؟ لأن أحمد بدير لما لمع جدا 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 في راية وسكينة كان ليها قصة فعلا يعني. طبعا هو حكاها لي وهسمعكم جزء من اللي حكاه لي عن إزاي وصل لراية وسكينة. أحمد بدير كان كل يوم والتاني يمشي في وسط البلد بالليل وشايف رايه وسكينه بتتعرض مكتوب بطوله شاديه، وحاجه كانت اول مره بقى شاديه تلعب بطوله مسرحيه ومع زهير البابلي وعبد المنعم مدبولي وحمدي احمد. حمدي احمد كان الدور اللي لعبه احمد بدير. جه ازاي؟ اختلفت الحكايه بين حمدي احمد وعبد المنعم مدبولي. حمدي احمد من النوع اللي هو ما بيحبش يخرج عن النص، وهو حكى لي على فكره حمدي احمد الحكايه دي. احمد بدير كان يقعد يمشي وكان يتمنى ان هو يشارك فيها. فجاه لقى مدير المسرح شكري عبد الوهاب بيقول له: بقول لك ايه يا بدير، ما تيجي تلعب الدور اللي حمدي احمد اعتذر عنه. احمد بدير ما شاء الله ذكي برضه وعرف يتصرف، راح مكلم مين؟ حمدي احمد. قال له: يا استاذ حمدي، هم عرضوا عليا كذا كذا، تزعل؟ قال له: لا، ازعل ليه؟ انا اساسا اعتذرت عنها. روح انت يا اخويا مثل الدور. وربنا سبحانه وتعالى حقق اللي احمد بدير كان بيحلم بيه ويفكر فيه ويتمناه، بان هو يلعب بطولة المسرحية قدام شادية سوري البابلي وعبد المنعم مدبولي. ففعلا كان موقف جميل، ان الانسان لما يحب يتمنى حاجة ربنا سبحانه وتعالى يديها له. أنا كنت بعمل مسرحية اسمها سهرة مع الضحك، وكان هما 3 مسرحيات وأنا أكت. أنا ليا فيهم واحدة اللي هي الكاتب والشحات، كنت أنا بعمل الكاتب ونور كان بيعمل الشحات. كنا بنعملها في معهد الموسيقى، وكنت بعد ما أخلص العرض أتمشى بقى لغاية التحرير كده، لغاية شارع الشيخ ريحان، فلاقي الفنانين بتوع الفنانين المتحدين قاعدين كلهم قدام الباب، وفي صور شادية وسهير البابلي وحمدي أحمد الله يرحمه وعبد المنعم مدبولي ومسرحية راية وسكينة قريبا. قلت يا ما كنتش هشتغل فيها أنا المسرحية دي. والله قلت يا سلام. ومرت الأيام والسنة عدت، وفوجئت بشكر عبد الوهاب الله يرحمه. قال لي: يا بدير، انت خلصت سهرة مع داك؟ قلت له اه. قال لي: طيب عايزينك في رايه وسكينه. قلت الله. قلت له: رايه وسكينه إيه؟ ما انتوا شغالين بقالكوا سنه. قال لي: لا، اصل حمد احمد مش هيكمل. قلت له: ده انا سامع انه هايل وعظيم في المسرحيه دي. قال لي: لا لا، هو اعتذر. فقلت له: طب اديني فرصه بس ارد عليك بكره. قال لي: ترد بكره ايه؟ انت تقول لي دلوقتي. لان مش انت بس اللي مترشح، انت والقلعاوي ونجاح الموجه الله يرحمه. قلت له: لا، هكلمك بكره. رحت مكلم حمد احمد، ما لقيتوش. قلت اقول له ايه الموضوع. ففي البيت عنده قالوا لي: ده هو في اليونان بيصور وجاي يوم الجمعه. الكلام ده مثلا كان يوم السبت. فكلمني تاني يوم شكري، قال لي: ها؟ قلت له: لا، هرد عليك يوم الجمعه. قال لي: لا خلاص بقى براحتك. والله انا استنيت لغايه ما جه حمدي احمد. قلت الله، طب انا ممكن اكلمه، ما هم خلاص زمانهم اتصرفوا اكيد بقى، جابوا يا نجاح يا العاوي. اكلمه. قلت له: يا استاذ حمدي كذا كذا، وانا سامع ان حضرتك عظيم في المسرحيه ودور جامد. وهم كانوا كلموني، قلت لهم: لا، لازم استاذن الاستاذ حمدي ويشوف ظروفه ايه. فقال لي: لا لا لا، انت تشتغل، غيرك يشتغل، انا خلاص بالنسبه لي يا استاذ وانا سامع ومش. قال لي: لا لا لا، الموضوع منتهي. بس لما روحت بقى بعد ما كلمته، ما كلمتش شكري، لان قلت ايه، ممكن بقى اكلمه يقول لي: ما انا قلت لك الدور اتاخد. فما رضيتش اتكلم. فلقيت يوم السبت مش الجمعه. قال لي: يا بدير. قلت له: اوكي. موافق خلاص. رحت البيت بقى عند سمير خفاجه الله يرحمه. قعدت شهر اعمل بروفات لوحدي، لا شفت شاديه ولا سهير ولا مدبولي، مع مدير المسرح والملقن. ويحطوا لي ترابيزات كده في الصالون عند سمير، ويقولوا لي الحوار، وتعالى كده واقعد هنا، وهنا بتقول جمله كذا، وهنا بتقعد كذا، وهنا بتعمل كذا. شهر
عشان يفتحوا في العيد في اسكندريه. احمد بدير. تحياتي ليكم، ونلتقي في حلقة أخرى من مواقف مع عاطف.